إلياس شوارف لاعب سيون والجناح الأجنبي الأقرب للانضمام للنادي الأهلي، صاحب ال24 عام، بيمتلك الجنسية الفرنسية ولكنه من أصل عربي مغربي. في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن إلياس وأهم مميزاته وعيوبه وآخر أخبار الصفقة يا أهلاوي. تعالوا نبدأ الأول رقميا إلياس الموسم دوت مع سيون السويسري لعب 18 ماتش. 18 ماتش دول إلياس تفتكر عمل فيهم إيه يا صاحبي؟ إلياس 18 ماتش مسجل 5 أهداف بس وصانع هدفين، يعني 7 مساهمات تهديفية في 18 ماتش، وده طبعا رقم أقل من متوسط لجناح مفروض يجي يلعب في النادي الأهلي. كان عندك لعيبة محلية أفضل من كده بكتير أو بتعمل أرقام أحسن من دي بكتير. طب تعالى عشان ما نظلموش كده نتكلم على الموسم اللي قبله. الموسم الماضي إلياس لعب 35 ماتش، عمل فيهم ايه ال 35 ماتش؟ صنع 11 جون وسجل 6 اهداف، برضو عدد قليل جدا. انت بتتكلم تقريبا في حوالي 17 مساهمة تهديفية في 35 ماتش، عدد قليل. يمكن عدد الاسيستات كويس ولكن عدد تسجيل الاهداف كان قليل جدا على 35 ماتش. دي ارقام الياس شوارف اللي تقلق او تخوف او تحسسك انه مش الجناح الافضل ومش الاختيار الافضل للنادي الاهلي في الفترة دي. بس تعالى بقى نتكلم عنه فنيا ونبروزه فنيا زي ما اتكلمنا عنه رقميا. يلا بينا. الياس لعيب بيمتاز بالمجهود البدني والقوة في الالتحامات، لعيب متأسس في أوروبا صح بدنيا وهيجي هيبقى غير أي جناح عندك في الفريق. جناح بيمتاز بالتمريرات الحاسمة أكتر من التسجيل، بيركز جدا على إنه يصنع جول وأرقامه أكبر دليل على ده. الفينش عنده مش أفضل حاجة رغم إنه بيلعب دايما كمهاجم أو جناح شمال، بيجيد اللعب برجله اليمين. سنه صغير، عنده 24 سنة بس وقابل للتطور، وسعره رخيص، ودي ممكن تكون أهم حاجة بصوا ليها الإدارة الحالية. 650 ألف دولار للإعارة وزيهم في حالة تفعيل بند الشراء. تعالوا نشوف كده كام جول لإلياس ونحللهم مع بعض بسرعة ونعرف بعدها الصفقة وصلت لحد فين. وده أول هدف معانا لإلياس وتحركه بالكورة بالاندفاع البدني وهو أهم ما يميزه، ثم تسديدة بشكل جيد جدا على يمين الحارس. وتاني هدف معانا يعتبر مش هدف لإلياس ولكنه عمل كل حاجة وعافر لحد ما وصل للكورة وقدر يحط نفسه في مكان كويس، ضغط على المدافع بكل قوة وقطع الكورة بقوته البدنية وكمل بنفس الريتم بالكورة وعمل العرضية عشان تخبط في المدافع التاني وتدخل. تالت هدف معانا وبرضه هتلاقيه ضاغط بقوته البدنية على المدافع بقوة وقدر فعلا يستخلص الكورة ويروح بمنتهى القوة على المرمى ويخلص بفينش كويس، فينش مدروس في البعيدة، أرضية لا تصد ولا ترد. خليك مركز معايا كده وفاكر ان التلات اهداف اندفاع بدني وضغط وقوة. رابع هدف واستلام كويس ثم اندفاع قوي بالكورة وتسديد بقوة على يمين الحارس، وده يعتبر من احلى الاهداف اللي ممكن تشوفها لإلياس الفقير مهاريا من وجهة نظري، وهنتكلم في ده بعد الهدف الاخير اللي معانا دلوقتي. الهدف الخامس والأخير وهو توقع ذكي من إلياس وفينش سريع قبل انقضاض المدافعين عليه عشان يسجل هدف لفريقه سيون السويسري. ليه بقى إلياس شوارب هو الصفقة الأقرب للنادي الأهلي أو الصفقة الأجنبية الأقرب للنادي الأهلي في الفترة دي؟ عشان هو الوكيل بتاعه هو وكيل مارسيل كولر، عشان الراجل ده بيلعب في الدوري السويسري وكلنا عارفين يعني إيه سويسرا بالنسبة لكولر. مش هنتكلم بقى على كلام زي ما قال القندوسي حاجات وقصص وعمولات وملناش دعوة احنا بالقصة دي خالص ومش هنتدخل فيها حتى لو في معلومات، ولكن هي دي الصفقة الأقرب عشان الوكيل ده هو الوكيل ده وعشان قال يعني كولر مقتنع بيه زي ما كان مقتنع بموديست. بس هل يا ترى إمكانيات اللعيب ده أفضل من أحمد عبد القادر اللي أنت مشيته كجناح؟ أفضل من كريستو الولد اللي كان عنده 20 سنة وكان طالع مكسر الدنيا وانت خلصت عليه خالص كرويا وفنيا بانك ركنته جنبك على الدكه؟ علامات استفهام كتير جدا على كولر وعلى الصفقات اللي بتيجي وعلى حاجات بتحصل في النادي الاهلي. انت النهارده كام ومخلصتش اي صفقه خالص رسميه للنادي الاهلي رغم ان انت السكواد بتاعك فاضي حرفيا وما عندكش لعيبه قادره تقف، وكمان لعيبه بتمشي زي تاو وزي اكرم من اللي رايح في السكه اهو رايح قطر وزي. دي كانت كل حاجة عن إلياس شوارف اللي خلاص الموضوع تقريبا بيخلص. 650 إعارة، لو الراجل نجح الأهلي يدفع زيهم تاني ويخلصوا فيه بيع نهائي. يمكن الميزة الوحيدة ليه قوته البدنية
وإن الراجل ده عنده 24 سنة، يعني قابل إن هو يتطور، بس هل يا ترى أنا جايب لعيب أجنبي ياخد بالدولار عشان أستناه يتطور، والّا عشان هو جاي جاهز يضيف لي عشان هالعب على كأس العالم وهالعب بطولات كبيرة جدًا؟ ألغاز وعلامات استفهام وحاجات كتير جدًا، ولسه ياما هنشوف مع هذه الإدارة الغريبة. وشير في كل مكان عشان الناس كلها تعرف مين هو إلياس شوارف، الجناح الأقرب للنادي الأهلي. سلام.